وانتبه، فكم في الزوايا من خبايا، وكم في الناس من بقايا. هذه ليست أبيات من شعر أحمد شوقي ولا حافظ إبراهيم ولا حتى تميم البرغوثي، إنها كلمات رجل يهل علينا بجلباب صعيدي وطاقية صوف وشارب تقليدي وابتسامة لا نعرف سببها، يبدأ في سرد أحاديث ليست بأحاديث وقصص واقعية لا تمت للواقع بصلة. وظل ابن عباس يبحث عن الأسد حتى وجده في شارع مغلق. إنه عبد الغني العقالي، الفيس والإنستا والغوغاء تعرفني. لو كنت من متابعي عبد الغني العقالي فمن المؤكد أنك تعلم قصة المستشار وبائع الترمس والخمس جنيهات. في رجل مستشار مركب مراته وولده وبنته راكبين العربية بالليل في اسكندرية وماشيين مروحين على الكورنيش، لقي بياع ترمس. الواد قال له عايز من دي يا بابا. وقف العربية ونادى على الراجل هات لنا 4 قراطيس أنا والمدام والواد والبيت. القرطاس كان بنص جنيه 2 جنيه، راح مطلع 5 جنيه عطاه الرجل المسكين. فالرجل طلع له 3 جنيه، قال له لا يا عم الحاج دي مني أنا ليك، الله يقويك يا أخي، الله يسهل لك الأمور. قال له والله أنت وشك سمح، حياة سيدنا النبي أنت هتروح تحج السنة دي، حياة سيدنا النبي لا هتروح تزور الحج السنة دي. الرجل ضحك، يا عم مشكرين بارك الله فيك، المدام قاعد. وإن كنت لا تتابعه فاسجد لله شكرا. عبد الغني دائما ما يروي لنا قصة المستشار، وبعد أن ينتهي منها يفتش يمينا ويسارا فلا يجد سوى قصة المستشار ليرويها مرة أخرى بصيغة مختلفة. ونحن لا نعلم أي مستشار الذي يشتري قرطاس ترمس من بائع متجول أو حتى يجلس في بيته حزينا وهو ينتظر تكلفة رحلة الحج. يمتلك الحاج عبد الغني ثقة لا نعرف إن كانت انعكاسا لغرور العلماء أم نعيم الجهلاء. يغوص عبد الغني في الأساطير ويأتي لنا بحكايات لا يصدقها عقل وربما لا يصدقها هو ذاته. في راجل جابوه من أسوان عنده كم فقرة في الانزلاق الغضروفي، ودخلوا به على طبيب من أكابر الأطباء المتخصصين في أسيوط، فقال له أنت عندك انزلاق وعندك كم فقرة والأمر يكلفك على الأقل 40,000 جنيه. قال له طب أنا رجل على الله والله ما تقول 40 جنيه يا أبوي أجيب لك منين؟ قال له خلاص ما دام ما معاكش يبقى ما يلزمكش. قال له خلاص يا عم عطلتنا وما عطلتنيش. قال أنا دخلت ببلاش مش خدت يا أبوي الكشف، يتولانا ربنا يا أخي. تعال يا واد. ما هو ما قدرش يمشي، شيلوني روحوني، ده الموت أرحم من البشرية دي، هم المتعلمين كده، انتوا بقيتوا أهل طمع وجشع. وهم مسكينة على السلم عيل من العيال رجل راحت مزحلقة، راح واقعين، أبوهم راح واقع على السلم، في الوقعة استقام العمود الفقري بإذن الله. يصنف عبد الغني نفسه على أنه شيخ أو واعظ ربما، والحق أنه شيخ، لكن شيخ الحكائين. الرجل يجيد الحكي ويعلم أن الجمهور يحب هذه الحكايات، فانطلق في فضاء السوشيال ميديا باحثا عن اللايكات والمشاهدات ودرع اليوتيوب ولايفات الفيسبوك. إنه مجرد بلوجر لا أكثر.